أهلا وسهلا. اليوم غادي نديكم معايا في مغامرة جديدة، وغادي نوجدوا واحد الرامن ياباني ساهل بنين ومليان نكهات. عمرك تخيلتي رامين ياباني وسط الغابة؟ خليني نوريك كيفاش كيتصاوب بلمسة بيغفوت. باش نوجدوا هاد الوصفة خاصنا هنا النودلز باش نعمر بهم الكرش، وهنا صويا صوص باش نعطيو المذاق الياباني، وخاصنا تومة كتحمس القلب، الزنجبيل كيحرك الدم، صدر الدجاج باش نحسو بالقوة. التومة هي صغيرة ولكن كتخلي الرامن يشهق من البنة. سكينجبير الصراحة ريحتو بحال شي دواء ديال الجدة، ولكن في الرامن تيقني كيدير العجب. دبا طريقة التحضير. أول جاجة هي نصوبوا المرق، نخويو الماء، نزيدو التومة، الزنجبيل وصويا صوص، ونسدو عليه باش يسرح في النكهات. ها النودلز طاحوا في الماء، خليهم يرقصوا شويه، ماشي بزاف، غير حتى يولي الطراوه ديال الشينوا. الدجاج خاصو يتشوى بشويه حتى يولي مقرمش من برا وطري من الداخل بحال قلب بيك فوت. البيضة خاصها 6 دقائق بالضبط، لا زايدة لا ناقصة. ومنين كتقطعها ها مجموعه الرامن، النودلز، المرق، الدجاج، البيضه والبصله الخضراء، راه ماشي غير اكله، هذه لوحه فنيه من قلب الغابه. الرامن ولا شي حاجة أخرى، كنحس براسي كناكل في الغابة ديال كيوتو. If you liked Bigfoot's ramen, don't forget to like, subscribe to the channel, and leave a comment or even a recipe you want to try.